شمال معتمد يا جمال. لازم اهتف الهتاف ده وابدا بيه الفيديو. اولا معلش اتاخرت عليك النهارده، كنت في الاستاد عقبال ما رجعت وعملته. النهارده كان ما شاء الله 45,000، فالخروج يعني بياخد وقت وعقبال بقى ما روحت وكده. الحمد لله. عدينا سيناريو زملكاوي، السيناريو بتاع ان انت تكسب 2-0 في الشوط الاول ما عمره بيحصل مع الزمالك. بس انا اقدر اقول لك الناس كانت بتنتقد معتمد جمال ان هو لاعب ان هو يفضل محافظ على النتيجه. هو على فكره حاول الشوط الاول يخطف جون وجاب جون فعلا، اتحسب اوفسايد على سنتي وهو اوفسايد. بس انت لما تكون كسبان بره واحد، الطبيعي اللي هيجي في دماغك انك خلاص بقى انت على ارضك الماتش اسهل فتيجي تدوس اكتر. لا، وانا كنت قبل الماتش امبارح قلت لك انا قلقان. ماتش كان صعب، الفرقه دي رخمه، الفرقه دي تقدر تكسبك جوه عادي، الفرقه دي تقدر تجيب جون جوه عادي، الفرقه دي صعدت من المصري انها اتعادلت معاه في ارضه عادي. كل ده انا قلته لك امبارح. ثانيا الفرقه دي بتعتمد على التحولات وعلى الكور الثانيه السكند بول وعلى الباك بتاعهم رقم 3 اللي جامد قوي الحقيقه. واستنتاج الصراحه النهارده كان كويس. فمعتمد جمال زي ما انا قلت لك امبارح لازم تلعب على ان ما يخشش فيك جون في الاساس، مش تفتح تحاول تجيب جون عشان تامن نفسك فتطلتش جون. يعني 0-0 احسن من 1-1 اثناء ما الماتش شغال، 0-0 احسن من 1-1. ليه؟ لان انت لو طلعتش جون 0-0 عندك سيناريو ضربات جزاء، سيناريو صعب وهتبقى 70% انت خرجت ان معنوياتهم عالية، لكن احسن من 1-1 وهو لو لعب على جون فجاب جون 2-1 ليه فخرجك. فانا شايف انه لعب الصح في ان هو يفضل محافظ على النتيجه كده، خصوصا ان انت لحد الدقيقه 75 تقريبا انت اللي ماسك الكوره. الناس النهارده في الاستاد عماله تزوم على اللعيبه، العب على طول على طول. لما حسام بيبقى واقف بالكوره ورا او شحاته او فتوح او اي حد، العب على طول على طول، لان الناس في الاستاد راح تشوف الزمالك عايزاه يكسب، عايزاه يهاجم، عايزاه يلعب على الجون. ولكن طول ما انت كسبان ومعاك الكوره فده الصح. لو انت خسران ومعاك كوره لا غلط، انك بتضيع وقت والفرقه ممكن تسيب لك كوره اقعد بقى نقلها للصبح. لكن لو انت كسبان ومعاك كوره ومش عارف ياخدها منك فانت كده ناجح، والفرقه اللي انت بتلعبها صعبه كانت ممكن تخطف. الريسك، الخطر الوحيد في السيناريو اللي معتمد النهارده اعتمد عليه ان هو ممكن تتلطش برده في اي حاجه يعني. والكره اللي مهدي شالها بصدره دي اللي وقع بعدها عشان يهدي الدنيا، كوره كانت ممكن تتلطش ضربه جزاء. لما اخر كوره في الماتش اللي هي كورنر دي الراجل قعد سامع الفار افرض حسبها، كانت ضربه جزاء وحسبها. فالسيناريو ده خطورته ان انت لو اتلطشت خلاص الدنيا اتقلبت عليك. لكن ربنا ستر، معاك جون كويس، معاك دفاع كويس، حسام النهارده ممتاز، فتوح ممتاز. تغييرات يا جماعه، التغييرين الاولين كويسين. لما بتسحب عمر جابر اللي تعب لعب ماتش كويس مش وحش ونزلت محمد ابراهيم، ولما سحبت عبد الله برده لانه تعب ونزلت ادم كايد يمسك كوره شويه. تسحب فتوح لفتوح كويس، مش لازم تسحب فتوح كل ماتش. تنزل احمد ربيع، انا بحب احمد ربيع من ايام بنك الاهلي، والراجل ده خلص لنا ماتش زد، والراجل نص ملعب مش وحش بصراحه. ولكن معرفش حسيت تغيير ملوش لازمه. طلع بزير عشان تعب وعشان تريح، عشان هو كان عنده اشتباه في اصابه والكلام ده. وتنزل شيكو بنزا، قلت لك امبارح شيكو بنزا مش اوحش من احمد شريف. شيكو بنزا نزل على الاقل هيجري بالكوره على الاقل، ورمى ناحيه احمد ربيع عشان يفضل يدافع. الماتش تكتيكيا كويس، شكله يطلع وحش وشكله قلقان وشكله عديت بالعافيه والكلام ده كله، لكن تكتيكيا لعبت صح. مبروك يا رجاله، الزمالك في نهائي الكونفدراليه. ارجع شهرين كده عمرك كنت تتخيل اصلا الزمالك عدي مجموعات. نركز في الدوري، لسه النهائي في نص 5، عندنا 3 ماتشات مهمين: بيراميدز، انبي، الاهلي. كسبت بيراميدز وانبي 70-80% خدت الدوري. الحمد لله يا رجاله، مبروك.